السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في معلومة مفيدة معنا. النهاردة حبايبي من قلب الحسين رضي الله عنه هنوريكم حاجات ومناظر جميلة جدا وأجواء رمضانية رائعة. طبعا زي ما انتم شايفين دلوقتي المسجد سيدنا الحسين كانوا عاملين فيه توضيبات كتير في رمضان، وهو زي ما انتم شايفين المبنى حواليها حاجات بيصلحوا فيها، ودي اجواء رمضانية جميلة، والناس ماشية بتشتري حاجات كتير وحاجات جميلة جدا وتحف وبراويز وسبح، حاجات كتيرة جدا. يعني لما تروحي كده الوقت بيعدي بسرعة هناك بصراحة. طبعا هتشوفوا الصواني بأشكالها والزخارف اللي هي عليها والكلمات اللي عليها، مرحبا بيكم، أهلا وسهلا، أنستونا، حاجات كتير مكتوبة على على الصواني والتحف الجميلة ديت، وتماثيل للفنانين القدام زي ام كلثوم وعبد الوهاب، ناس كتير قوي بصراحة، وفنانيس بتاعت رمضان. بصراحة الأطفال والكبار أما يروحوا هيعجبهم المنظر. يعني اللي يروح هناك الوقت بيعدي بسرعة، وخصوصا لما تروحي كده يكون الوقت مثلا ما فيهمش شمس، الجو بيبقى جميل كده آخر النهار، تبدأ الشمس تنكسر بعد العصر بقى، هتنسي الوقت خالص. وخصوصا في رمضان الجو بيبقى رائع هناك، جميل جدا، تفطري وتتسحري اكني الناس ما بتنامش، اكني الدنيا ظهر والناس عايشة عادي، ويروحوا بالليل يصلوا الفجر ويروحوا بقى الصبح. يعني بيروحوا يفطروا ويقعدوا بقى لتاني يوم بعد الفجر يبدأوا يمشوا. ده الكلام ده في رمضان. لو عايزة تروحي بقى في اي وقت روحي عادي، نصلي صبح، نصلي ظهر، نصلي اي وقت تحبيه، هتروحي هيبقى رايق شوية، وهيبقوا نفس الحاجات المحطوطة دي محطوطة برضو، صيفي وشتوي وكل حاجة. وهتلاقي بناطيل، وهتلاقي قمصان، وهتلاقي ملايات والمفروشات بأنواعها، اكياس مخدات وطبل والكمانجة، كمانجة كبيرة وكمانجة ميدالية وبيانو، حاجات كتير قوي زي ما انتم شايفين. وهتلاقي كمان احلى حاجة بقى رسم الحنة، هتلاقي فوانيس رمضان برضو موجودة في رمضان وفي غير رمضان. كل الحاجات دي اللي قدامكم دي موجودة في الايام العادية، والشوزات والشباشب، حاجات جميلة جميلة جميلة. شوفوا تمثال ام كلثوم والطبلة بتاعت الاطفال، والفناجيل بتاعت القهوة بالصينية بتاعتهم، والقمصان. وشوفوا البلالين بتاعت الاطفال جميلة ازاي، والاطفال بيرسموا حنة وبيضفروا برضو شعرهم. بنسألها الشعر بيتضفر ازاي دوت، بقت تعرفنا بيتضفر ازاي. والضفاير ديت اللي بتبقى على الشعر بتقعد 4 شهور. 4 شهور بيقولوا ما تفكهاش، بتفضل متسوية زي ما هي اكنك لسه مسرحاها. هم بقى ليهم الناس السودانيين اللي هناك ليهم دراية وعلم بالحكاية دي، يعني يضفروها بمبلغ، ويقولك الشعر الطويل والشعر القصير. الشعر الطويل ليه مبلغ من فلوس مثلا، والشعر القصير ليه، تقولك مثلا لو الشعر طويل قوي مثلا 150، الشعر قصير 100 بس، يضفرهولك وتضمنهولك 6 اشهر او 4 شهور، يعني من 4 ل6، من 4 ل6 يعني تغسليه عادي ويفضل زي ما هو.
تقولك بيبقى متساوي على طول. اللي يحب من الاطفال الكبار يضفر شعره يضفره. برضو الشكل بيبقى جميل. حط عليه توك. والاسدالات بتاعت الاطفال موجودة برضو، واسدالات الكبار، والعبايات، وجلاليب، والاقمشة يا حبايبي بانواعها، قماش ملايات، قماش ستاير، وخداديات. يعني بصراحة جميلة، يعني بتدي طاقة جميلة كده وانت هناك كده. وشوفوا الحاجات اللي هي الفرو بتاع العجل او الجاموسة او البقرة، والخداديات اللي هي برضو من الفرو، فرو طبيعي وجلد طبيعي، مش جلد صناعي، جلد طبيعي. بس طبعا الجلد الطبيعي بيبقى غالي شوية. والطفايات بتاعت السجاير بكل انواعها، اللي هي النحاس والكريستال، كل حاجة بصراحة. يعني زي ما بيقولوا من الإبرة للصاروخ. وشوفوا الشلت والسبح بأنواعها. سبح خشب، وسبح بكل أنواعها، كريستال، والمصليات. أتمنى حبايبي يكون عجبكم الفيديو، وتروحوا وتجربوا التجربة الجميلة دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.